كل ألم بنحسه جوانا بيكون أساسه هو فكرة معينة في بالنا أو طريقة تفكير معينة هي اللي تسببت في الألم اللي احنا حاسينه جوانا ده. وعشان كده الشقيري لما عرف السلام الداخلي قال عليه ايه؟ قال عليه هو فن التعامل مع الألم. فأنا لو هعرف أتعامل مع الألم، لأنه خلينا نتفق كده على حاجة، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قالها لنا: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. كلنا عندنا معاناة، كلنا عندنا حاجة معينة وصراعات معينة في حياتنا، مهما كانت تبدو حياتنا سهلة للآخرين ولكن هي فيها صراعات، وربنا اللي قال لنا كده: ولقد خلقنا الإنسان في كبد. فأيا كان الصراع اللي جوانا ده، احنا عشان نوصل للسلام الداخلي محتاجين ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الصراعات اللي جوانا والافكار اللي جوانا. عشان كده في الحلقة دي احنا هنتكلم عن ازاي نقوي صوت العقل اللي جوانا عشان هو اللي يبقى القائد وهو اللي يسود كل المعارك والصراعات اللي احنا بندخلها. وبعد كده هنتكلم عن الانفس، عشان احنا لو عقلنا بقى هو القائد هنوصل للنفس المطمئنة، او هنشوف بقى اي صوت لو هو اللي قاد هنوصل يا اما للنفس اللوامة او الامارة بالسوء. فتعالوا كده نبدأ في اول حاجة: ازاي نقوي صوت العقل جوانا. وزي ما اتفقنا الحلقة اللي فاتت، صوت العقل هو صوت عقلان، ده صوت العقل جوانا، انما صوت اللذة الجسدية هي شهوان، وصوت العاطفة جوانا اللي هو ليه علاقة بالنفس والشهوات ورغبات النفس، اللي هي زي مثلا حب السلطة او حب التملك او حب ان انا ابقى مشهور او كل الحاجات دي ليها علاقة بصوت عطفان جوانا. انا اتكلمت عليهم بالتفصيل الحلقة اللي فاتت، هحطها في الديسكريبشن لو لسه محدش شافها. تعالوا نكمل حلقة النهاردة وازاي نقوي صوت عقلين بست حاجات قال لنا عليهم الشقيري في الكتاب ازاي نقوي بيهم صوت عقلين. اول حاجة هي عن طريق العلم. وخليني هنا اوضح حتة كده مهمة قوي في حتة العلم دي، ان مش معنى ان انا عندي المعلومة يبقى انا كده عارف المعلومة يبقى انا كده تمام، لا، محتاج ان انا اتعمق في المعلومة كويس وابقى فعلا عارف مدى المعلومة دي وابعاد المعلومة دي، عشان اقدر ان انا يكون عندي الوعي الكافي اللي اقوي بيه عقلين عشان يقدر يحارب شهوان او عطفين. ومعنى كلمة حرب هنا مش الحروب بقى نفسية وحروب داخلية واحنا مش ناقصين حروب، لا، هي الحرب دي هدفها ايه؟ هدفها ان صوت واحد هو اللي يصوت في الاخر، وهو صوت عقلان. فهي هتبقى زحمة كده في الاول، وكده كده احنا عايشين في زحمة جوانا، ولكن الحرب دي بقى هدفها ان احنا ايه؟ ان احنا نخلي عقلان هو اللي سايد، فهيبقى في سلام بعد كده من بعد الحرب دي. فأول سلاح هو سلاح العلم. أنا عايزة أقول لكم مثل هنا ينطبق عليا، وكمان الشقيري قال عليه في الكتاب بتاعه بتاع الأربعون، هو قاله على نفسه وأنا بقى هقوله عليا أنا. في حتة العلم الكافي دي، أنا مثلا كنت عارفة وعندي المعلومة إن الحلويات مضرة بالصحة جدا، وإن الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة العادية مش الدارك شوكولات بكل أنواعها بقى، شوكولات كيك والمش عارف إيه وإيه وإيه والصوص والصوصات اللي بتتحط عليها وكل الحاجات دي هي مضرة بالصحة. أنا عارفة المعلومة عندي، ولكن لسه بقعد آكل برضو الحاجات دي. وبعد ما أكلها اللي هو ايه، عادي، مش ببقى متضايقه قوي يعني، هو ما انا عملت ايه يعني، لان انا ما عنديش المعلومه الكافيه اللي تخليني ابقى مش عايزه اصلا اعمل الحاجه دي، مش مقويه صوت عقلان. ولكن بعد ما بقالي فتره كده عماله متعمقه قوي في موضوع السكر واثر السكر على الجسم، وايه هي مقاومه الانسولين، ويعني ايه السكر بيدخل جسمنا بيروح فين وايه اللي بيحصل، فبقيت عندي ادراك ووعي عالي، رفعت الوعي بتاعي في الحته دي. فبقيت شايفه الشوكليت كيك بقى او الشوكولاته او اي حاجه قدامي، لا، انا مش شايفاها ان انا ايه ده، الله انا هستمتع وهتبسط وهعلي الدوبامين عندي ومش عارف ايه، لا 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 لا، انا بقيت شايفاها ان هي هتدخل تعمل ايه في جسمي، ولما تعمل ده في جسمي بعد كده ايه اللي هيحصل لي، ولما ايه اللي هيحصل لي ده انا ممكن اتضرر ازاي. ما بقاش الضرر شايفاه ان انا حبه زياده في الوزن ممكن بعد كده اتحكم وانقصهم في اي وقت تاني، لا، بقيت شايفاها انها ضرر على الصحه وضرر على الصحة مش بس الجسدية، العقلية كمان. فبقى عندي الوعي ده، فلما قعدت بقى وتحاورت مع نفسي وقويت صوت عقلان، بقيت اقول لعقلان يقول لشهوان وعطفان ايه، لا على فكرة دي مش اهتمام، ده حرمان.
انا كده بحرم نفسي من الصحة اللي انا عايزة اوصل لها. فاذا لو انا كلت ايا كان الحاجة الحلويات دي، انا كده هبقى بحرم نفسي من متعة انا عايزاها بتدوم. انما لو انا خدتها دلوقتي هيبقى اهتمام بسيط قوي وزائل، وهيروح بسرعة، وهعوز غيره وهعوز غيره وهعوز غيره. اذا توصلت القاعدة ان الاكل الصحي ده اهتمام وليس حرمان، والعكس هو الصحيح. لما بقى عندي العلم وبقى عندي الوعي الكافي في الحتة دي، بقيت اقدر ان انا اسلحت عقلين بالعلم، العلم اللي هو معلومات عن فيها ادراك عالي. بقى خلاص بقيت مش يعني تمام، الحرب ما بتدومش خالص الحمد لله. والحمد لله الحمد لله بقيت بكسب فيها في حاجات كتير مع صوت شهوان اللي جوايا. يبقى دي كانت اول حاجة. تاني حاجة هي الهدنة. لما بيبقى في اي حرب بنحتاج ان احنا ناخد بريك كده شوية من الحرب دي. هنا بقى الحرب دي البريك فيها مش بريك داخلي، هي بريك خارجي مع الناس اللي حوالينا. مثلا لو حد عايز يبطل حلويات مثلا، او يبطل سجاير، يبقى ياخد بريك من الناس اللي بتخليه يزود من اكل الحلويات او يزود من شرب السجاير. من الصحبة هنا هتفرق، او البيئة المحيطة بيه. فليه بقى الحاجة دي هتفرق؟ لان كفاية قوي عليا الصراع الداخلي، كفاية قوي عليا، مش كمان هزود كمان الصراعات واخليها كمان تبقى خارجية لفترة بس معينة، لحد ما اقوي صوت عقلان جوايا وابقى اخليه هو اللي سايد. بعدين اقدر اطلع للصراعات الخارجية، بس ابقى عديت موضوع الصراعات الداخلية. وفي هنا مثل كنت قريته في كتاب Atomic Habits. كان المثل ده بيقول ان في واحده كانت بتشرب سجاير، كل ما تركب الحصان تبقى عايزه انها تشرب سجاير، فارتبطت معاها العاده دي بالعاده دي. فهي كان نفسها تبطل سجاير قوي. قالت انا ايه اكتر وقت بشرب فيه سجاير؟ لما بكون يعني اركب الحصان. فلما شالت العاده دي عشان تهون على نفسها شويه الصراع الداخلي، فعلا بطلت سجاير تماما. فهنا اشوف ايه اللي بيربطني بالحاجة اللي انا فعلا مش قادر ان انا ابطلها ونفسي ابطلها، وافك الارتباط ده عشان اقوي نفسي واقوي عقلان ان هو يسود على شهوان وعطفين. دي تاني حاجة. تالت حاجة هي التفاوض. التفاوض يعني ان انا اخد ودي مع نفسي في الكلام، مش اول ما عقلان يقول لي مش اول ما عطفان يقول لي حاجه او شهوان يقول لي حاجه اروح انفذها على طول. اتفاوض مع نفسي الاول، اتكلم مع نفسي الاول، احاور الفكره اللي في بالي دي. والموضوع ده انا هعمل له حلقه لوحده خالص بعد كده لانه طويل جدا جدا جدا، ولكن حبيت اقوله كده النهارده باختصار. فهو التفاوض، اتفاوض مع الفكره اللي تجيلي، مش اي فكره ما تجيلي اروح انفذها على طول. رابع حاجه، اعلم نفسي ازاي اتعامل مع الالم. بمعنى ايه بقى هنا؟ ان انا لما اتعرض للالم افكر اتعامل معاه ازاي. انا ساعتها ابقى متالم، او اما اتعرض للضغط او ما اتعرض لحاجه صعبه، لا، انا من قبلها ابقى متفق مع نفسي على اتفاقيه كده. انا هعمل ايه لو انا اتعرضت للضغط؟ انا هعمل ايه لو انا اتعرضت للالم؟ هتصرف ازاي؟ ابقى حاطط خطه كده جاهزه عندي اطلعها وقت ما يحصل لي الم او يحصل لي ضغط او يحصل لي اي حاجه، ابدا انفذها على طول. مش هفكر بقى ساعتها مش هبقى فيا اصلا عقل افكر، عقلنا هيبقى طار خلاص. فزي ايه بقى من الحاجات دي؟ زي المود بوسترز مثلا، ان انا ممكن ابقى عارف ايه الحاجات اللي بترفع المود بتاعي اعملها. مثلا انا بحب الرسم، بحب التلوين، بحب الكتابة، بحب قراءة القرآن. اشوف ايه الحاجة اللي بتهديني، فاول ما يحصل ضغط او ألم اروح على طول اروح انفذ حاجة من الحاجات دي. وهنا بقى الشقيري قال مثل بصراحة حلو قوي، هيعجب البنات قوي المثل ده، خصوصا ستات البيوت. اللي هو ايه بقى؟ قال ان هو بيحب جدا ان هو يعمل انشطة عقلية بسيطة، زي ايه بقى؟ غسل المواعين. اخيرا المواعين بقى ليها فايدة. ان هو بيحب يغسل المواعين، ده بيخليه يحس ان هو اهدى وان هو احسن. وعلى فكرة انا لما قريت ده فكرت مع نفسي، قلت ايه ده، انا كمان لما بغسل المواعين، خصوصا انا كمان الشباك بتاع المطبخ بتاعي قدام، قصدي الحوض بتاع المطبخ قدام الشباك، فبيبقى فيه هوا كده مع الهوا مع الميه وانت بتغسل مواعين. بحس كده، لا ساعات بحس احساس حلو، واقعد اصلا افكر كتير وانا بعمل المواعين. فسبحان الله، حاجة اهي بسيطة، كل ست بيت بتعملها تقريبا كل يوم. فاستغلي يا ستي الفرصة في الحاجة دي، وانتي بتعملي المواعين قولي ايه ده، انا بعمل نشاط ذهني عشان اصفي عقلي، عشان اقدر اتحدى ضغوطات الحياة والألم اللي انا بتعرض له. شفتي المواعين بقى جت علينا بفايدة. الحاجة رقم 5 هي الدعاء.
ودي حاجة بصراحة أنا بالنسبة لي حاجة فارقة في حياتي. وأنا عايزة أقول لكم حتة الدعاء من وجهة نظري أنا إيه، يعني في بندعي يا رب أنا عايز كذا، يا رب أنا عايز كذا. أنا بقى هاجر بعمل إيه في حتة الدعاء؟ أنا بتكلم مع ربنا أصلا، أنا بمسك ورقة وقلم، والله بمسك ورقة وقلم وبقعد أتكلم مع ربنا، بكتب الكلام وأنا يعني بتخيل إن أنا بتكلم مع ربنا، وأقعد أحكي لربنا كل حاجة. يعني لسه موقف حصل معايا امبارح، إن أنا حسيت بضيق، حسيت إن أنا متضايقة من فكرة معينة في بالي. ف يعني سِبت الأول مشاعري وعيّطت شوية لإن الفكرة كانت مضايقاني، وبعدين بعد كده مسكت الورقة والقلم وقعدت أتكلم، قعدت أتكلم وأطلّع وأقول اللي جوايا وأدعي، وأدعي وأنا باكتب وأتكلم مع ربنا، لإن فعلًا الكلام مع ربنا مُريح. أنتم عارفين الحتّة بتاعة الآية لمّا ربنا سبحانه وتعالى قال: "ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون." يا رب أكون قُلت الآية صح. اللي هو إيه، إن ربنا هو أكتر واحد، أو ربنا مش أكتر واحد، هو ما فيش غير ربنا اللي عارف إيه هو الوجع اللي هنا، إيه هو الإحساس اللي هنا فعلًا. فلما تمسك ورقة وقلم وتقعد تحكي وتتكلم مع ربنا وتنقل مشكلتك لربنا، هو أعلم واحد بيها طبعًا، ولكن إحساسك إن أنت فضفضت، إن أنت اتكلمت، إن أنت اشتكيت، بس مش لأي حد بقى، أنت اشتكيت لربنا. والله يا جماعة أنا بعد ما خلصت كتابة بقيت واحدة تانية خالص، اتبدلت. كمان امبارح كتبت حاجة عن الموضوع ده، ولقيت حد كتب لي في الكومنتس سبحان الله نفس الحاجة اللي أنا كنت بقولها. قالت لي: أنا ما بحسش إن أنا مرتاحة غير لما بقعد أتكلم مع ربنا على سجادتي وأعيط وأخرج كل اللي جوايا، ساعتها بيتبدل حالي من حال لحال. قلت يا سبحان الله، ده لسه اللي أنا عاملاه الصبح. ففعلا دي حاجة بتفرق جدا جدا جدا، الدعاء الدعاء الدعاء، لأن احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة من غير الدعاء. رقم 6 هي الصوم. والصوم هنا سبحان الله في شهر رمضان الصوم بيقوينا على الطاعة والعبادة. فالصوم ليه علاقة بان احنا بنقلل الشهوات اللي جوانا، بنقلل الرغبات النفسية اللي جوانا، لان احنا لما بنصوم دايما في رمضان بيقعدوا يقولوا لنا ما تصوموش عن الاكل والشرب بس، صوموا عن ان انتوا تأذوا غيركم، صوموا عن ان انتوا تعملوا حاجات غلط، اعملوا الحاجات الخير، استثمروا في نفسكم، كتروا من قراءة القرآن. ده كل ده بنعمله في رمضان ليه؟ عشان روحنا تبقى احسن في رمضان. فلو انت عايز روحك تبقى احسن في طول السنة، طب ما تعاليك بالصيام، يعني اعملوا صيام. والصيام ده يعني يعتبر تمرين سهل اي حد يقدر يعمله، ان هو يمتنع عن الطعام والشراب. واحنا لما نمتنع عن شهوة الطعام، الشقيري قال في الكتاب ان شهوة الطعام دي لما بتبعد عنها روحك بتقوى، وبتلاقي الشهوات التانية جنبها هينة. مش زي شهوة الطعام، هي أصعب الملذات اللي بتقابلنا، ممكن يعني تكون من أصعب الملذات اللي بتقابلنا في الدنيا عند بعض الناس. في ناس تانية عندها ملذات بقت أعلى، ولكن إحنا بنتكلم على الناس الأفريج العادي يعني. فنخلي بالنا إن إحنا نصوم. وأنا عايزة بقى أقول لكم حاجة تجربة برضو شخصية. الصيام المتقطع انا بقيت اعمله من باب ان انا كنت عايزه اللي هو صحه ومش عارف ايه وكده، فلما عملته لقيت فعلا ان هو بيفرق جدا في ان انت عندك وضوح في عقلك، انت ذهنك واضح صافي اكتر بكتير جدا من الايام اللي انا ما بعملش فيها صيام متقطع، او طبعا في الصيام الجاف اللي هو الصيام بتاعنا اللي بناخد عليه ثواب في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله الثمره هيعود عليه نفعه يعني علينا على اجسادنا في الدنيا وفي الاخره. بتكلم عن الصيام كمان المتقطع برضو ممكن نعمله، ان احنا نهدي من شهوه الطعام جوانا عشان نقدر ان احنا نرتقي بروحنا اكتر. يبقى دول كانوا الست خطوات اللي انا هقوي بيهم عقلان، عشان عقلان يبقى مع الاسلحه الكافيه اللي يقدر بيها لما يدخل اي صراع مع شهوان او مع عطفان، ان هو ان شاء الله باذن الله يكسب الصراع بسرعه، نديله نقط ونديله جيش اقوى عشان يقدر يكسب الصراعات دي، فنوصل للنفس المطمئنه اللي احنا نفسنا فيها. طيب تعالوا كده نقول ايه هي الثلاث انواع النفس اللي احنا ممكن نوصل لها، ومين اللي هيسود في كل نفس. اول نفس هي النفس الاماره بالسوء، ودي اللي ربنا يعافيني ويعافيكم منها يا رب. النفس الاماره بالسوء دي تفتكروا كده مين هو العقل السيد فيها؟ اكتبوا لي في الكومنتس كده وانا عايزه اقرا كده افكاركم. اكيد اكيد العقل السيد فيها هو شهوان او عطفان.
واحد فيهم بيطلع ويسوق كل شوية. شهوان بيطلع ويسوق امتى؟ لما الاقي نفسي عايزة كل لما عاوز حاجة اكلها، ضارة مش ضارة، عمال باكل وخلاص، حتى لو اكل صحي بس انا عمال اكل طول النهار، ماشي ورا شهوة الاكل، او ماشي ورا شهوة الجنس، او ماشي ورا شهوة الجسد، عمال بعمل حاجات في جسمي او يعني بستعمله بطريقة غلط. فدي كانت ان انا صوت شهوان هو اللي سايد في النفس اللوامة او النفس الامارة بالسوء، معلش مش النفس اللوامة. طيب لو عطفان اللي سايد هنا هيقول لي ايه؟ لو عطفان اللي سايد هيقول لي ايه ده، الله الشنطة دي حلوة قوي انا هشتريها، اروح اشتريها على طول. بعد ايه؟ بعد ما اشتريها اروح ابرر الاعيدي، ايه يعني، ايه يعني الشنطه، ما انا هجيب عشان شكلي يبقى حلو قدام الناس. ايه ده، انا عايز المنصب الفلاني واسعى واجري ورا المنصب عشان اخد المنصب الفلاني، فالناس تثني عليا وتطلب مني وتبقى عايزه انها تمشي ورايا و او انا عايز شهره، او انا عايز النفس عايزه حاجات، عشان في الاخر النفس مش هتشبع مهما اديتها يعني. فهنا النفس الاماره بالسوء بتبقى ماشيه بعمى. في هنا يعني كلمة حلوة قوي في الدين بتاعنا بتقول اتباع الهوى، ماشيين ورا الهوى، هوى بقى، شوية هوى الشهوات وشوية هوى للنفس، وماشيين بقى هما الاتنين المسيطرين. وهي أمارة بالسوء ليه بقى؟ لأن هي مش بس ماشية ورا السوق، لأ دي هي بتأمر بالسوق كمان. يعني لو حد قاعد بيشرب سجاير، ده المثل الشقيري قاله في الكتاب، حد قاعد بيشرب سجاير وحد قال له يا فلان السجاير دي خطر، بتأذيك، بتضرك كذا كذا كذا، راح قايل له ايه؟ لا على فكرة السجاير، ما انا عارف واحد عايش لغاية 100 سنة وما جروش اي حاجة من السجاير وصحته كانت كويسة وكل حاجة، وبعدين انا بشرب اصلا قليل، وبعدين اصلا انا لما بعمل بخرج عن الشعور السلبي اللي جوايا، فهي بتحسن من طاقتي وبتحسن من المود بتاعي، فهي احسن بكتير ويقعد يبرر لنفسه. فهنا شهوان وعطفان خلوا مين؟ خلوا عقلان بقى المحامي اللي بيدافع عن السوء اللي شهوان وعقلان بيعملوه. ده اللي اتخذ بقى إلهه هواه. الإله بتاعه ممكن يكون إيه؟ ما احنا ممكن يكون الإله بتاعنا الهوى زي ما ربنا ما قال، هوى النفس، هوى الشهوات، أو هوى حب شخص فلاني. أنا بحب حد لدرجة إن هو بقى أنا ماشية وراه، هو الإله بتاعي، هو المسيطر بتاعي. فكل واحد يراجع نفسه ويشوف هل مين هو الإله اللي قاعد جواه بجد، هل الهوى وإله الشهوة ولا إله النفس؟ دي كانت النفس الأمارة بالسوء اللي ربنا يا رب يحمينا ويحفظنا منها. تاني نفس بقى وهي ارتقت في المقام شوية، وهي النفس اللوامة. والنفس اللوامة هنا بقى ساعات شهوان بيسوق وساعات عقلان بيسوق، عقلان شهوان ساعات بيسوق وعطفان ساعات بيسوق، ولكن شهوان بيجي يرجعهم شوية، فبتبقى متقلبة الحال مترددة. يعني مثلا لو أنا شفت حاجة نفسي فيها قوي قوي، ومثلا ولنقل طرحة غالية جدا انا نفسي ان انا اشتريها، ورحت اشتريتها على طول. بعد ما اشتريتها هنا بقى طلع صوت عقلان وفضل يقول لي هاجر ما هو انتي هتكملي، طب ازاي بقية الشهر، طب انتي هتعرفي تعملي مش عارف ايه، طب مش كان اولى تعملي كذا، طب مش كان، فيقعد عقلان يكلمني، فارجع عن الفعل اللي انا عملته واندم واقول خلاص المره الجايه مش هعمل كده. فلما اشوف طرحه غاليه تاني اقول لا لا انا مش عايزه، انا مش عايزه، انا خلاص انا تمام. فعقلان ساعات بيصحي شهوان وبيصحي عطفان ان هم يرجعوا عن الفعل اللي هم عملوه، او يندموا او يتوبوا او فتفضل النفس دي متقلبة ما بين سيادة شهوان وسيادة عطفان، ويرجع ساعات عقلان يسوق فيفضل في تقلب دائم. مثلا نقول في مثل الشوكولاتة، كلت شوكولاتة كبيرة قد كده خلصتها كلها، بعد ما خلصتها ضميري أنبني، قلت خلاص انا مش هعمل كده تاني. هنا كان شهوان اللي سايق لان هو مشي ورا لذة الاكل، فعقلان رجع عقله تاني، وهكذا. فهي متقلبة ما بين الثلاث اصوات. نيجي بقى نوصل للنفس الثالثة اللي احنا كلنا نفسنا نوصل لها، النفس المطمئنة. وتعرفها لوحده يجيب اطمئنان للقلب. تعرفها ايه النفس المطمئنة؟ هي اللي بيتفق فيها الهوى وبيتفق فيها الشهوة مع ايه؟ مع العقل. التلات اصوات بيبقى فيه تناغم
ما بينهم، بيبقى فيه راحة نفسية داخلية، ما بيبقاش فيه صراع. ليه؟ لأن صوت العقل هو القائد، وهنا قائد. لما يبقى فيه قائد التاني بيبقوا أتباع، يعني بيتبعوا القرار اللي القائد بياخده. فلما القائد ياخد قرار، شهوان وعطفان ماشيين ويقولوا سمعا وطاعا للقائد، وبيقولوا أيوة أنت عندك حق، ويمشوا ورا القائد لأن هم سلموا للقائد. فهنا القائد هو عقلان. فلما القائد يبقى عقلان، وما بالك من نفس المطمئنة، نفسنا كلنا ان احنا نوصل لها يا رب في يوم من الايام. فلما عقلان يسود الراحة هتيجي، لما عقلان يسود السلام الداخلي هيحصل، لما عقلان يسود الاطمئنان هيجي، لما عقلان يسود الصراعات هتقل جدا جدا جوانا. ولكن عايزة اقول لكم حاجة، مفيش حد عايش في النفس المطمئنة 24 ساعة، لأن وإلا مش هنبقى بشر. ولكن في بنسبة معينة، يعني مثلا حد عنده نسبة النفس المطمئنة بنسبة 70%، 80%، يا ما شاء الله، نتمنى ان احنا نوصل للمقام ده. وحد تاني النفس اللوامة هي اللي سايدة بنسبة مثلا 50-60%. فاحنا نفضل ان احنا نشتغل على نفسنا، نشتغل على نفسنا بان احنا نقوي الأسلحة بتاعة عقلان، عشان نوصل لأعلى نسبة ممكن ان احنا نوصل لها، بان عقلان هو اللي يبقى ليه السيادة في كل الصراعات اللي نفسنا تدخلها يا رب ان شاء الله. فأتمنى ان تكون الحلقة دي نافعة، وأتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بحاجة. قولولي في الكومنتس ايه هي اكتر حاجة فرقت معاكم، وانتوا شايفين من وجهة نظركم ايه هو اقوى سلاح لعقلان، عشان ان احنا نقويه ونعينه على شهوان وعطفان. اشوفكم ان شاء الله على خير بالحلقة الجاية.